السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. جاي النهارده نعمل طاجن كوسة كبير جدا، ما شاء الله يقضي أسرة بحالها كبير. البهارات بتاعته بسيطة جدا، بهارات فراخ أو بهارات لحمة، ملح وفلفل ومرقة دجاج قد قلبين كده، ومعانا ورق لورا وحبهان، ومعانا الكوسه مقطعينها تقطيع حلو كده قدامنا. وكل الطاجن ده يتعمل بربع كيلو لحمه مفرومه، ومعانا بصله متقطعه، ومعلقتين سمنه كبيره، ومعلقه زيت. هندبل البصلايه زي ما احنا شايفين كده، وهننزل عليها بالربع كيلو لحمه مفرومه. عمل لي طاجن كبير وقضى والله عيله بحالها. لو تعرفوا الطاجن ده، متهيألي الاسره كلها كلت منه. معايا ورق راولة، ومعايا فلفل اسود وقرفة وبهارات لحمة. هنحطهم على اللحمة لما نقلبها تقليب حلو كده معانا. ومعانا ملح، ومعانا قليبين مرقة دجاج. هنقلبهم تقليب حلو كده مع ايه؟ مع البصلة اللي دبناها، والربع كيلو لحمة مفرومة. والريحة كانت مفحفحة البيت كله. معايا معلقة سكر عشان تعادل الحموضة اللي موجودة في الطماطم. وكنت مفرزه طماطم. طبعا تفريز الطماطم بيجي في وقته، بدل ما لسه هتعصري طماطم وتحطيها في الخلاط وتغسليها. بصوا ما شاء الله، بصوا كنت مفرزه طماطم معاكم قبل كده في فيديو. طلعت كده طماطم وحطيتها على طول. لما بكبكت كده وعملت، شايفين البكبكه دي قدامنا، نزلت عليها بالكوسه. ده كان قد كوسه، قد ايه الحجم؟ كيلو كوسه. اوعوا تنسوا مع الكوسة حبيبة قلبها. ايه حبيبة قلبها دي بقى؟ الفصين التوم المدقوقين اللي حطيناهم مع الكوسة. بص بكبكت كان شكلها، بصوا ما شاء الله عليها. مع معلقة السكر اللي بتعادل الحموضة، كانت ريحتها وطعمها رائع. مع البهارات اللي انا حطيتها، وخصوصا معلقة القرفة، حطيتها في طاجن كبير شايفينه. وادخلها الفرن دلوقتي. يلا بينا على الفرن ندخلها على الفرن. وكانت حلة الرز بالشعرية كانت مستنيانا، كانت وجبة متكاملة العيلة بحالها. بصوا المنظر، بالهنا والشفا على قلبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.